كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام في قرية صغيرة وسط الخضرة والزرع كان في ولد اسمه علي. كان عنده 10 سنين. كان معروف وسط صحابه بلقب الرسام عشان دايما ماسك كراسة الرسم بتاعته وبيرسم كل حاجة بيشوفها. علي كان عنده حلم غريب شوية. كان دايما بيقول: نفسي أرسم لوحة تبهر الناس كلها، تبقى حقيقية لدرجة إنهم يحسوا إن اللي فيها بيتحرك. في يوم هو قاعد تحت الشجرة بتاعة الجميز الكبيرة بيرسم فراشة شافها بتطير. سمع صوت بيهمس كأنه جاي من قلبه بيقوله: لو عايز تتعلم الجمال الحقيقي شوف اسم ربنا المصور. علي اتفاجئ وبص حواليه، مفيش حد. رجع البيت وفضل طول الليل يفكر يعني ايه المصور. راح سأل جدته اللي كانت دايما بتحكي له عن أسماء ربنا الحسنى. قالت وهي مبتسمة: يا حبيبي، المصور يعني اللي صور كل حاجة في الكون وخلق كل مخلوق بأجمل شكل. بص على وشك، بص على تفاصيل ايدك، بص على الطير، بص على لون الزهرة، كل ده من تصوير ربنا. علي اتحمس وقرر يعمل رحلة في القرية بتاعته، لكن مش رحلة عادية، لأ، دي رحلة اكتشاف لجمال خلق ربنا. أول حاجة شافها بيت عم حسنين الفلاح. شاف كتكوت بيخرج من البيضة ووقف مندهش وهو بيشوف ريش الصغير اللي فيه ألوان كأنها مرسومة بريشة فنان. قال لنفسه: أنا مهما حاولت عمري ما هقدر أرسم كتكوت كده، سبحانك يا رب. تاني حاجة شافها هي الترعة. شاف سمكة بتنط في المية والمية بتلمع حواليها كأنها ماس بتلمع في الشمس. رجع بسرعة يرسمها، بس مهما حاول حس ان اللوحة ناقصة الروح. بعد كده راح لخاله حمدي النجار. شافه بيشتغل بإيديه وبيقطع الخشب بمنتهى الدقة، بس لما بص على ايده نفسها على الخطوط اللي فيها والضوافر قال: سبحان الله، اللي صورنا أحسن تصوير. في يوم بنت من قريته اتولدت من غير دراع. الناس كانوا بيبصولها بشفقة، لكن أمها قالت جملة غيرت حياة علي: ربنا ما بيخلقش حاجة ناقصة، يمكن هي كده عشان تكون سبب في جمال تاني، جمال من جوه. ساعتها علي فهم المعنى الأعمق لاسم المصور، مش بس الشكل، ده المشاعر والروح والحكمة في كل تفصيلة. علي كبر وبقى رسام معروف، لكن في كل لوحة كان بيكتب علي: سبحان المصور اللي خلق الجمال كله واداني لمسة صغيرة منه أرسم بيها. وبقى يحكي للأطفال دايما: لما ترسم افهم الأول مين اللي خلق كل ده، ولو رسمت بقلبك هتلمس قلوب الناس. في يوم من الأيام في واحد من ولاد الحارة غار من شهرة علي في الرسم، راح مقطع له الكراسة بتاعة الرسم بتاعته وهو مش واخد باله. لما علي شاف كراسته متقطعة قعد يعيط ودموعه نزلت على خده وقال: ده شغلي كله، شهور وانا برسم فيها. جدته خدت الورق المتقطع وقالت له: بص يا علي، الكراسة دي اتقطعت بس موهبتك لسه جواك، ربنا اللي صورك ووهبك الإبداع ده. الورق بيتعوض لكن اللي جواك ما بيروحش أبدا. من يومها بدأ يرسم على الجدران المهجورة، على الحيطان القديمة اللي شكلها كان مش حلو، على أي حاجة يلاقيها يحاول يغير فيها ويخلي شكلها أحلى، لأنه فهم إن الموهبة من المصور مش من الورق. في مرة وهو بيصلي صلاة الجمعة علي لاحظ راجل كبير قاعد في آخر الصف، وشه فيه آثار ندوب من الحروق. الناس كلها كانت بتتجنبه من غير ما يتكلموا، مش عايزين يروحوا يقعدوا جنبه. بعد الصلاة علي راح له وسلم عليه وطلب يرسمه. الراجل اللي عينيه دمعت قال له: أنا ما افتكرتش آخر مرة حد بصلي بعينيه من غير ما يخاف. علي رسمه وهو بيبتسم
وقال له: أنا شايف في وشك قوة، دي مش حروق، دي حياة مرسومة ربنا اللي اختارها. فهم هنا علي إن ربنا مش بس بيصورنا، ده بيكتب في وشوشنا قصة، وكل قصة فيها جمال. في يوم من الأيام علي دخل جنينة فيها ورد، وقعد يرسم كل زهرة بلونها وشكلها. لاحظ زهرة صغيرة لونها باهت، شكلها مش ملفت خالص، والناس معدين عليها من غير ما يبصولها. راح رسمها لوحدها وخلاها نجمة اللوحة. فواحد سأله: ليه رسمتي دي بالذات؟ ما ترسم الورد اللي شكله حلو. قال له: الزهور كلها من خلق المصور، حتى اللي مش باين جمالها، يمكن ربنا حط فيها سر محدش شايفه غيره. من يومها كل ما يشوف حاجة الناس شايفاها أقل، علي يرسمها بأجمل شكل. كان متأكد إن كل حاجة فيها جمالها الخاص حتى لو الناس مش شايفاه. علي كانت عنده أخت صغيرة اسمها ملك، اتولدت وبشرتها غامقة شوية عن باقي اخواتها. كان دايما تسأل: ليه أنا لوني غيرهم؟ علي رسم لها لوحة وخلاها فيها ملكة أفريقية، وفي تاج على راسها وعيونها زي الليل. راح لها وقال لها: المصور خلقك بلون السما بعد المغرب عشان تبقي مختلفة جميلة بطريقتك. ملك حضنته وقالت له: أنا بحب لوني وبحب المصور. في يوم من الأيام أعلنوا عن مسابقة للرسم في القرية، وعلي اشترك بلوحة كبيرة فيها ناس من كل شكل ولون. واحد من الحكام سأل عمر: ليه رسمت الكل؟ ما تركز على شخص واحد. فرد علي قال: لأن المصور مخلقش نسخة واحدة، خلق مليارات الصور، وكل صورة ليها معنى. واللوحة دي خدت المركز الأول واتعلقت في المدرسة، وتحتها مكتوب: الجمال مش إن كلنا نبقى شبه بعض، الجمال إن كل واحد يبقى صورته اللي ربنا اختارها له. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل ما يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. اسم الله المصور معناه إن ربنا خلق كل المخلوقات، كل مخلوق ليه شكله المميز، مفيش حد شبه التاني أبدا على وجه الأرض، مفيش مخلوق شبه التاني، مفيش أي حاجة إلا وليها جمالها الخاص بتاعها. ربنا هو اللي أبدع في تصوير خلقه وتزيينها بالحكمة، وادى لكل مخلوق صورته على ما اقتضت مشيئته وحكمته. وهو اللي صور الناس في الأرحام أطوار وأنواع وأشكال. من حديث سعيد ابن أبي الحسن أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. وفي رواية أحمد قال: معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال له: آذن مني، فدنا منه، ثم قال: آذن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي رواية أحمد قال: فرب لها الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال له ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. وفي رواية أحمد: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات آيات من القرآن عن اسم الله المصور.